السلام عليكم ورحمة الله ومساكم الله بالخير. نتمنى تكون الإضاءة باينة مزيان. بغيت اليوم نهضر معكم واحد الموضوع اللي هو كيمس واحد نسبة كبيرة من الناس، وبالأخص الناس اللي قلبهم شوية حساس، أو لا تتوصفوا من طرف المحيطين بهم بأنك طيب، أولادك فلان راه ظريف، أولادك فلان راه هو ماشي ظريف، هو ضعيف الشخصية. فرق بين ظريف وبين طيب وبين ضعيف الشخصية، يعني وشتان بين هذا وبين ذاك. يعني مفاهيم بلا من نبقاو نغلطوا في المفاهيم، نسميو المسميات بأسمائها الحقيقية. طيبوبة في خانة والضعف في خانة. يعني أنا من الناس لسنين وأنا كنعاني من هذا المشكل، عندي صعوبة في الرد بسرعة، ما كنعرفش الرد بسرعة، يعني على شي موقف اللي خايب. والحاجه الاخرى صعوبه انني ما كنتش كنقدر نقول لا، مازال دابا شويه الحمد لله. يعني في هذه الرحله ديال التعافي، ولا رحله ديال 39 عام، ولا رحله البدايه من الصفر. انا بديت من الصفر في شتى نواحي حياتي. بديت من الصفر في الخدمه، بديت من في الصفر مع العلاقات الاجتماعيه، بديت من الصفر باش نحسن النسخه الاجمل مني، بديت من الصفر في تربيه بناتي، بديت من الصفر في علاقتي يعني مع المحيطين بيا. يعني واخا بزاف ديال يعني الجبهات، ولكن كنحاول كنقول ان التغيير راه خاصو يبدا من بزاف الحاجات، ماشي غير من حاجه واحده. وربما العمر واش باقي ولا ما باقيش، يعني لا بقيت نبدل هاد الحاجه وعاد نرجع للحاجه الاخرى وعاد نرجع للحاجه الاخرى، ربما غادي نتعطل في هذه رحله التغيير، او لاني غادي نصدق نبدا دائما من الصفر كل مره كيرجعني يعني اللور. فبديت بهاد يعني الجبهات متعدده. يعني بديت من الصفر في مواجهه الخوف. يعني فاش كتنوي تغير سبحان الله كتغير من بزاف الحاجات. ومن بين هاد الحاجات هي كيفاش مثلا انا نربي بناتي، ولا كيفاش نربي ولادنا وحنا عارفين ان ولادنا كيورثوا منا بزاف ديال الصفات. كيورثوا منا ماشي غير الصفات الجينيه، وانما حيت عايشين معنا وكيشوفونا كيورثوا منا التصرفات ديالنا. راه الا شافك ولدك انك تتوخري راسك وتتعطيها للاخرين، راه تا هو كيورث منك، يعني تا هو كيولي يدير في حالك. الا شافك غير ولدك تتهضري بالجد، راه تا هو كيولي يهضر بالجد. الا شافك ولدك تتحترميش مثلا الاجداد ديالو ولا الاب ديالو، راه تا هو ما غاديش يحترم. يعني الابناء ديالو هما نسخ منا. يعني بما اننا حنا نسخ او منسوخه على الاباء ديالنا والامهات ديالنا بالاخص، في هذه الحاجه اللي كنحاول نطرق لها، وهي قول لا. مثلا انا ولدي كيشوفني كنقول لا، اولا ما تنقدرش نقول لا لواحد الحاجه، ولا كنعتذر بلا باقه على واحد مثلا شي حاجه. اولا بنتي يعني كتشوفني ما تنقولش لا، سواء مع الاب ديالها الا قال لي شي حاجه دائما نعم نعم نعم، واخا تكون هذيك الحاجه غادا تضرني ولا الحاجه ديك ماشي مناسبه ليا. اولا مع الاخرين وفي علاقتنا مع الاخرين. يعني انا بغيت نحد هاد النسخ او لها التناسخ، يعني اللي كاين جيل بعد جيل، اننا نكونوا نسخ مع يعني فحالنا فحال والدينا. وبالاخص انا تنتكلم بالاخص على النساء، اما لان النساء الجانب العاطفي تيتحكم فيهم اكثر عكس الرجال. الرجال تيكونوا شويه يعني عندهم واحد الصلابه النفسيه، ماشي بحال البنات ولا بحال العيالات. يعني انا مثلا انا باغا نتغير وباغا نربي بناتي، يعني واحد فيهم واحد السلامه نفسيه، وانهم يطلعوا مزيان وما يطلعوش نسخه مني. ومع ذلك انا راه باقا في دوك السلوكات تنقول ما تنقدرش نقول لا، وكيسمعوني كنقول كون غير قلت كون غير قلت علاش انا قلت لا، وخايفه وباقي فيا الحال وانا مصدومه على هذاك الموقف. ويعني تجاه الاخرين، وهاد الاخرين يعني الاخرين تا هما راه عندهم حياتهم وعندهم
يعني مشاغلهم وعندهم يعني الحوايج اللي كيفكروا فيهم. كل واحد وحياته، الله يسهل على الجميع. يعني كيفاش ندرب راسي باش نبقى نقول لا؟ يعني اول حاجه مثلا سولني شي حد ولا بغا من عندي شي حاجه، ما يكونش عندي جواب هو ديك الساعه نقول لا ولا نقول الحل هو نقول واخا تنفكر ونرد عليك. فاش غادي ترد عليه حاول مثلا الا كنتي كتحشم تقولها لي مباشره، حاول صيفط لي ميساج كتبه ولا اوديو، يعني باش تفادى داك الصدام اولا داك الاحتكاك مع مباشره. باش غادي مثلا تحشم شي حد بغى يتسلف من عندك وشي حد بغاك تقضي معاه شي حاجه ولا شي حد شي حاجه. انا تنهضر على الناس يعني اللي تيعانيو من هذا المشكل. اما الناس اللي عندهم سلامهم الداخلي وهانين راه واخا تقول راه ما عندكش مشكل. نتمنى تكون الرساله تكون فهمتوا اشنو بغيت نقصد. هذه اول حاجه، يعني نتفادى انني نقول مثلا لا مباشره باش ما نتحرش ونقول ونصدق قيل تاني حاجه غادي نبقى نكافئ راسي، مثلا هاد المره قلت لا وقلت لا وعطيت وما نبقاش نبرر بزاف. لا وراه عندي هادي وعندي واحد الحاجه حتى انا لا صافي نقول لا ونسد على الموضوع. صافي لا عندي شي حاجه ونقول صافي نقول. يعني نبقى نتفكر هذوك المواقف اللي قلت فيهم لا ونكافئ راسي يعني نقول انا راني درت واحد الحاجه مزيانه، اني الحمد لله قدرت نقول لا. يعني هاد السلوكات هاد بالاخص هاد الجوج هادو يعني بسيطين ومع المداومه انسان غادا تولي عنده عاده ولا غترسخ في الدماغ ديالو صافي، وغادي يولف على انه يقول لا وبصريح العباره. وحتى داك الطرف الاخر راه من بعد بزاف ديال الحاجات غادي يبقى يحترمنا وصافي غادي يعرفنا حتى حنا راه حنا كيفاش ولينا. نتمنى حتى نتوما تكونوا يعني هذا الموضوع قاسكم او لا يعني تيقيس واحد الجانب ان اولا واحد المعاناه تتعاني وتنتوما من قول لا، باش حتى وليداتنا يطلعوا في واحد البيئه اللي هي بيئه سليمه وبالاخص نفسيا سليمه، يكونوا متوازنين حتى مع اصحابهم في المدرسه، ما يبقاوش غير تابعين واللي قال لهم شي حاجه يقولوا يعني ما يكونوش نسخ منا. دمتم بخير ومع السلامه. اتمنى تكونوا يعني في افضل حالاتكم.